السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي أولى إعدادي. إيه الأخبار؟ كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله النهاردة معانا هنحل تمارين الدرس الأول. يلا بينا بسم الله. أول سؤال بيسألني التناسب هو نقط. التناسب ده يا حبيبي هو تساوي نسبتين أو أكثر. يبقى تعريف التناسب إيه؟ تساوي نسبتين أو أكثر. تاني سؤال بيقول لك إذا تساوت نسبتان فإن حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. السؤال اللي بعده، السؤال ده سهل وبسيط خالص. لما يعمل لك نقط هنا اعتبر هنا في اكس. احنا اتفقنا ازاي بنجيب الاكس؟ بنضرب ده في ده على ده. الرقمين اللي في وش بعض على الرقم اللي في وش اكس. الرقمين اللي في وش بعض على الرقم اللي في وش اكس. يعني كام في كام على كام؟ 3 في 15 على الخمسة. يبقى 3 في 15 على الخمسة. تك 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 آلة حاسبة. احسب بالآلة الحاسبة هيديك 9. يبقى الاكس ب9. يبقى النقط دي مكانها كام؟ مكانها 9. طب يلا نشوفوا غيرها. مثلا نشوف دي كده مثلا. نشوفها ازاي؟ اعتبر هنا في اكس. لو انت جدع قول لي هضرب كام في كام على كام؟ الرقمين اللي في وش بعض على الرقم اللي قصاد اكس. ها يبقى كام في كام على كام؟ 25 في 36 على 20. واحسب بالآلة الحاسبة. هتحسب البتاع دي بالآلة الحاسبة هيطلع يا سيدي معاك. طبعا استخدم الآلة الحاسبة، مالكش دعوة باللي انا بعمله. آلة حاسبة مالكش دعوة باللي انا هعمله دلوقتي. الخمسة فيها الخمسة، الخمسة فيها الأربعة، 36 على 4 فيها التسعة، التسعة في 5 ب 45. آلة حاسبة هتحسب الحسبة دي هتطلع معاك 45 بالآلة الحاسبة. طب يلا اهي هنعتبر إن في هنا إكس. هنجيب الإكس إزاي؟ قلنا الرقمين اللي في وش بعض على الرقم اللي في وش إكس. يبقى كام في كام على كام؟ 48 في 15 على 72. وبحسبها بالآلة الحاسبة. وهكذا بكمل باقي لوحدك نفس الفكرة. ادخل بقى. بيقول لك أي مما يلي يمثل تناسبا. عشان تعرف في تناسب ولا لأ بنعمل مقص. بنعمل إيه مقص؟ نضرب الطرفين ونضرب الوسطين. لو قد بعض يبقى في تناسب. قد بعض في تناسب، مش قد بعض ما فيش تناسب. طب يلا أوريك. 2 في 10 ب20. 4 في 5 ب20. طالما قد بعض يبقى يمثل تناسب. طب يلا نشوف اللي بعدها. هنعمل مقص. 3 في 9 ب27. 4 في 6 ب24. دول مش قد بعض، لا يساوي بعض. يبقى لا يمثل تناسب. طب يلا نشوف دي مثلا هنعملها ازاي بالآلة الحاسبة. بالآلة الحاسبة 15 في 60. آلة حاسبة هيطلع يا سيدي الستة في 5 يطلع 900 آلة حاسبة. طب يلا نضرب الناحية التانية. 30 في 25. حط الصفر. 3 في 25 ب 75 هيطلع 750. مش قد بعض، لا يساوي، يبقى لا يمثل تناسب. يبقى عشان نعرف في تناسب ولا لا بنعمل ايه؟ بنعمل مقص. طب استاذ هو في طريقة تانية؟ اه طبعا، طريقة التبسيط. هنبسطهم، لو طلعوا قد بعض يبقى في تناسب. يبقى اول طريقة الطريقة الاولى مقص. الطريقة التانية طريقة التبسيط. طب تعال نشوف يا استاذ. ورينا مثلا مسألة زي اللي احنا لسه حلينا ده، اللي هي رقم 3 ده اهي. تعال نشوف هي تمثل تناسب ولا لا بالتبسيط. اقول له بسيطة. تعال نبسط دول. ال 15 3 في 5. ال 25 5 في 5. طير الخمسة اللي فوق مع الخمسة اللي تحت تطلع لك 3 على الخمسة. طب ال 30 3 في 10. طب ال 60 6 في 10. طير ال10 مع ال10 اتفضل 3 على الست. بذمتك دي هي دي؟ لا، يبقى لا تمثل تناسب. يبقى هل في طريقة تانية؟ طبعا طريقة التبسيط. يبقى الأولى طريقة المقص ودي أسهل، بس استخدم الآلة الحاسبة عشان الأرقام الكبيرة. والتانية طريقة التبسيط. طب يلا. ها بيسألك دلوقتي في كل مما يلي هل الكميات متناسبة؟ وإن كانت متناسبة اكتب التناسب. يعني الكميات دي متناسبة ولا لا؟ أقول لك نعرف إزاي. نضرب الطرفين ونضرب الوسطين. لو قد بعض يبقى في تناسب، مش قد بعض مفيش تناسب. يلا يبقى هنضرب الطرفين.
ونضرب الوسطين. هنعمل ايه؟ هنضرب الطرفين ونضرب الوسطين، لو قد بعض يبقى في تناسب، مش قد بعض يبقى ما فيش تناسب. طب يلا نشوف الطرفين اللي هم مين ومين، اللي هم الخمسة والأربعة وعشرين. هنضرب كام في كام؟ هنضرب 5 في 24. 5 في 24 يا سيدي ب 120 بالآلة الحاسبة. آلة حاسبة. 5 في 24 ب 120. وبعدين نضرب كام في كام؟ 8 في 15. صح؟ نضرب 8 في 15 بالآلة الحاسبة برضه هيطلع 120. لا ده طلعوا قد بعض يبقى في تناسب. طلعوا قد بعض يبقى في ايه؟ يبقى في تناسب. طب استاذ هو بيقول لك اكتب التناسب. التناسب ده هتقول له بص يا سيدي، هتقول له الاولاني على الثاني والثالث على الرابع بس. هتقول له كده 5 على 8 وحط يساوي 15 على 24 بس. طب يلا نشوف واحده كمان، يلا نشوف واحده كمان. دلوقتي عندنا الطرفين اللي هم مين ومين؟ السبعة وال15. هنضرب الطرفين وبعدين نضرب الوسطين. يعني هنضرب كام في كام؟ 7 في 15 بالآلة الحاسبة. بالآلة الحاسبة مالكش دعوة باللي انا هعمله. 7 في 5 ب 35، 5 ومعانا الثلاثة، 7 في 1 ب7 و3 10، طلعت 105. لما ضربنا الطرفين طلعت كام؟ 105. تعالى بقى نضرب الوسطين. هنضرب كام في كام؟ 8 في 14 بالآلة الحاسبة، ومسموح لك تستخدم الآلة الحاسبة. 8 في 14، 8 في 4 32، 2 ومعانا الثلاثة، 8 في 1 ب 8 وكمان 3 11. ألا هل دي بتساوي دي؟ لا مش بتساويها، يبقى لا تمثل تناسب. هسيب لك بقى انت الاثنين دول تعملهم. هتعمل ايه؟ قول لي. هتضرب الطرفين. فين الطرفين؟ 12 و18 تضربهم في بعض وبعدين تضرب الوسطين. لو كانوا قد بعض يبقى في تناسب، مش قد بعض مفيش تناسب. هنا برضه هتضرب الطرفين وبعدين تضرب الوسطين. لو كانوا قد بعض في تناسب، مش قد بعض لا يوجد تناسب. يقول لك حل التناسبات الآتية. يقول لك سهلة. لو عاوز الاكس اضرب الاثنين اللي قصاد بعض على اللي قصاد اكس. يعني كام في كام على كام؟ 3 في 20 على 4. 3 في 20 على 4. آلة حاسبة هيطلع معاك 15. شوف اللي بعدها. نضرب الاثنين اللي في وش بعض على اللي قصاد اكس. يعني كام في كام على كام؟ ايه في ايه على ايه؟ 6 في 14 على 12. آلة حاسبة هيطلع معاك 7. طب تعال نشوف دي او دي لان الاتنين زي بعض. كلمة إلى يعني على، احنا هنظبطها الأول. هناخدها بس ده هناخد السؤال ده اهو نظبطه تحت. إلى يعني على، يعني إيه إلى 16 هي إيه على 16. 5 إلى 4 هي 5 على 4. يبقى دي إيه على 16 ودي 5 على 4. عايزين الايه؟ نضرب الرقمين اللي قصاد بعض. مين في مين على مين؟ 5 في 16 على 4. آلة حاسبة هيطلع معاك 20. طب يلا نعمل دي بالمثل زيها. نعملها ازاي يا استاذ؟ اقول له بسيطة. 7 على 8 21 على ام. الرقمين اللي قصاد بعض مين ومين؟ 21 في 8 على مين يا سيدي؟ على 7. آلة حاسبة واحسب هيطلع معاك 24. وهكذا. تعالى نعمل فكرة تانية. الفكرة ده عشان مهمة. رقم 8 ده تعالى نعمل رقم 8. يلا يا أستاذ نعمل رقم 8. هنضرب الرقمين اللي قصاد بعض. ركز عشان فيها حاجة في الآخر هنعملها. 5 في 12 على 4 هيطلع 15. مش هتوقف لحد كده، هتشوف هو عامل ايه وتعمل عكسه. حاطط زائد حط ناقص، حاطط ناقص حط زائد، حاطط فيه حط على، حاطط على حط فيه. هو حاطط ناقص 3 خليها انت زائد 3. 15 زائد 3 كام؟ 18. طب كمان واحدة يا أستاذ عشان ما فهمتش دي. عينيا ده هي يا سيدي. يلا نعمل ده. بسم الله بسم الله. الرقمين اللي قصاد بعض مين في مين؟ 5 في 9 على مين؟ على التلاتة. آلة حاسبة هيطلع 15.
طب استاذ وبعدين لو حاطط زائد حط ناقص، حاطط ناقص حط زائد، حاطط فيه حط عالة، حاطط عالة حط فيه. الزائد تبقى ناقص، الناقص تبقى زائد، العالة تبقى فيه، الفيه تبقى عالة. هو حاطط زائد واحد خليها انت ناقص واحد. 15 ناقص واحد 14 بس. وانتهت وبسيطة وسهلة. آخر واحدة قبل ما أقلب من الجزئية دي. يلا آخر واحدة ده اهي. عايز أحل معاك ده. إيه دي يا أستاذ؟ حلها لي. أقول لك بسيطة سهلة. أستاذ ده دي فيها حرفين، ما هي دي التركاية بقى. حرفين نعمل مقص، حرفين نعمل مقص. طب يلا هنعمل مقص. مقص يعني اهي واي في واي، واي في واي، و2 في 8 ب 16. أسألك سؤال. واي في واي يعني بيننا وبين بعض عدد في نفسه، عدد في نفسه، عدد في نفسه، ما واي واي. ايه العدد اللي ينضرب في نفسه يطلع 16؟ رد عليا يلا. العدد اللي في نفسه يطلع 16. 5 في 5 ب 16 ولا 4 في 4؟ 4 في 4. يبقى الواي دي مكانها 4. يبقى الواي بكام؟ الواي ب 4. ندخل على اللي بعده. اسئله بقى ممتازه. بيقول لك ادخار، يعني دي تحويش يعني. يوضح الجدول المقابل عدد الجنيهات التي يدخرها ابراهيم خلال عدد معين من الشهور. هل المبلغ يتناسب مع عدد الشهور ام لا؟ والله الحقيقه في طرق كتير نعرف في تناسب هنا ولا لا. ايه هي الطرق يا استاذ؟ قال لك بص يا سيدي، اول طريقه ان احنا نقسم ده على اللي تحته وده على اللي تحته وده على اللي تحته وده على اللي تحته. لو طالع نفس الناتج يبقى فيه تناسب، طالع نفس الناتج يبقى فيه تناسب. طب يلا 300 على 2 آلة حاسبة يطلع 150. 600 على 4 آلة حاسبة يطلع 150. 900 على 6 آلة حاسبة يطلع 150. 1200 على 8 آلة حاسبة يطلع 150. يبقى هل المبلغ يتناسب؟ نعم، المبلغ يتناسب مع عدد الشهور. فاحنا بنعمل ايه؟ بنقسم ده على ده وده على ده وده على ده وده على ده، يطلع نفس الناتج. خش على اللي بعده. بسم الله. السؤال ده سؤال ممتاز، سؤال كويس، ركز فيه. يقول لك في احدى المدارس يوجد 221 طالبا و13 مدرسا. 221 طالب و13 مدرس، فكم يكون عدد المدرسين اذا زاد عدد الطلاب واصبح 272؟ ركز لكي تبقى النسبة ثابتة بين عدد الطلاب وعدد المدرسين. تعال نعلمها. هنعلم مع الطلاب بلون. ادي 221 طالب وادي 272 طالب. المدرسين هنخليها لون اصفر مثلا، 13 مدرس. احل دي ازاي؟ اعمل شرطتين وبينهم يساوي. شرطتين وبينهم يساوي. ايوه ازاي يا استاذ؟ حط الطالب فوق والمدرس تحت، طالب فوق مدرس تحت، طالب فوق مدرس تحت. طب يلا 221 طالب، 13 مدرس. ده طالب ولا مدرس؟ طالب، يبقى يتحط فوق. 272 طالب. طب ما فيش مدرس تاني؟ ما فيش، حط اكس. اكس مدرس. يلا هنضرب الرقمين اللي في وش بعض. يبقى احنا لو عايزين الاكس دي نجيبها ازاي؟ هنضرب كام في كام على كام؟ 272 في 13 على 221. واحسب بالآلة الحاسبة. شوف بالآلة الحاسبة هيطلع لك كام، وسهلة بقى بالآلة الحاسبة. السؤال ده هو سؤال من الأسئلة الممتازة جدا جدا جدا. يقول لك إذا كان ثمن 3/4 لتر من اللبن هو 24 جنيه، فكم ثمن 1 3/4 لتر من اللبن؟ برضه اللترات بلون والفلوس بلون. يلا شرطتين بينهم يساوي. اللتر فوق، الفلوس تحت. اللتر فوق، الفلوس تحت. طب ما فيش فلوس، حط اكس. اكس فلوس. اكتب فلوس؟ لا اكتب جنيه بقى. يلا اللي في وش بعض ينضربوا
على الرقم ده، يبقى 1 و3/4 في 24 على 3/4. آلة حاسبة واحسب. في آلة حاسبة بحسبها بقى. اشترى عمر 8 تفاحات بمبلغ 60 جنيه. كم تفاحة من نفس النوع يمكن أن يشتريها بمبلغ 105؟ برضه يا حبيبي التفاح بلون والفلوس بلون. دي جنيه ودي جنيه بنفس اللون. نفس اللون اهو. انا دلوقتي حطيت الجنيه باللون الاصفر والتفاح باللون اللبني. تفاح فوق فلوس تحت، تفاح فوق فلوس تحت. يلا 8 تفاحات 60 جنيه. ده جنيه. الجنيه ده بقى يتحط فوق ولا يتحط تحت؟ تحت، ما احنا حاطين الجنيه تحت، يبقى 105 جنيه تحت. فوق بقى حط اكس. اكس تفاح. اكس تفاح لان اللي فوق تفاح. يلا عايزين الاكس مين في مين على مين؟ ها، 8 في 105 على 60. واحسب بالآلة الحاسبة. شوف بالآلة الحاسبة هيطلع كام. تستخدم سيارة 5 لترات من البنزين لقطع مسافة 40 كيلومتر. ما هي كمية البنزين التي تحتاجها لقطع مسافة 128 كيلومتر إذا صارت بنفس المعدل؟ نفس الفكرة. اللتر باللون الأصفر والكيلومتر باللون اللبني. الكيلومتر باللون اللبني، يلا شرطتين بينهم يساوي. فوق 5 لترات تحت 40 كيلو. طب دي فوق ولا تحت؟ ما دي كيلو زي الكيلو تبقى تحت 128 كيلو. فوق بقى اكتب ايه؟ اكتب زلابية، اكتب اكس. اكس يا حمادة، كمل يلا معايا. عاوز الاكس هيبقى كام في كام على كام؟ ها، 5 في 128 على 40. شوف بالآلة الحاسبة هتطلع لك كام، وسهلة وبسيطة. تقريبا دي آخر مسألة. بسم الله. يزن يعني وزن، يعني وزن. يزن جسم على الأرض 90 نيوتن، فإذا علمت أن وزنه على القمر 15 نيوتن. الباشا ده على الأرض، ركز. والباشا ده على القمر، ركز. ده أرض ولا قمر؟ أرض. الأرض أنا ملونها باللون الأصفر. خلاص، شرطتين. حط الأرض فوق والقمر تحت. الأرض يبقى 90 نيوتن فوق و15 نيوتن تحت. اتفقنا، الأرض فوق والقمر تحت. ده أرض يبقى فوق 60 نيوتن فوق وإكس تحت. عايزين الإكس، يلا هيبقى مين في مين على مين؟ ها، 60 في 15 على 90. واحسب بالآلة الحاسبة. شوف هتطلع كام. وبكده نكون انتهينا من حصة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم. سلام.